ودلوقتي جه معكم مع نسرين عكاشة والمصري ما يتنسيش في كلام وسط البلد على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. ونرجع تاني نقابلكم في المصري ما يتنسيش على راديو مصر. المصري ما يتنسيش بالتأكيد لأنه له حقوقه اللي بتتلخص ممكن ببساطة في انه يعيش في بلد آمن، بلد مستقر، انه بالفعل يبقى في البلد اللي كانت شهرتها على طول بلد الأمن والأمان زي ما كنا بنقول طول الفترة اللي فاتت. والمصري بيدور على ده وبيعاني من تدهور في حاجات كتير، في حالة أمنية، في حالة اقتصادية، في حالة سياسية طبعا، وخاصة آخر الأسابيع اللي فاتت دي لما بدأت تتفشى حالة من العنف والإرهاب اللي بدأنا نلاحظ فيه نوع من التغير النوعي زي ما كنا بنقول امبارح إنجاز التعبير، وده اللي هنحاول نفهمه النهارده. المهم ان الوضع ده خلانا نبدأ نفكر تاني، وفي البعض بيعيد تفكير كنا مستنيين اهتمام، كنا مستنيين رد فعل، كنا مستنيين تطمينات تحسسنا ان احنا مواطنين عايشين بالفعل او هنعيش في امان الفترة اللي جاية. بدأت بشاير الاهتمام شوية بحقه في الامن والامان امبارح مع كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتأكيده على دعوته أنه الشعب ينزل عشان يفوضوا لمواجهة الإرهاب، وتأكيده على أمور مختلفة طوال الكلمة ممكن يكون وضح أمور مختلفة كمان ما كانش الشعب عارفها، وبالتالي البعض بدأ يطمئن. ولكن محتاجين تفسير للكلمة، محتاجين نشوف هل هي معناها بجد أنه المواطن المصري هيرجع له حقه في بلد آمن، في بلد مستقر، في بلد الأمن والأمان اللي كانت بتتقال على مصر دايما، ولا إيه؟ إزاي الأيام الجاية هترجع للمصري حقه في الأمان، حقه في بلده، وحقه في حاجات كتير، في بلد هادئ مسالم خالي من إرهاب، في إنه يكمل ثورته اللي بدأها عشان يصلح بلده وعشان حاجات كتير. كلامنا بيدور في كل هذا الإطار وتحديدا عن الجوانب السياسية والأمنية، ومنورنا في المصري ما يتنسيش النهاردة خبير الشؤون السياسية والاقتصادية أستاذ مدحت الشريف. أهلا بحضرتك يا أستاذ. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ نسرين، ودي اول مره اجي معاكي في البرنامج بتاعك المصري ما يتنسيش. وانا سعيده بده كمان بشكل خاص لانه مصري ما يتنسيش بقى احنا بنتكلم على حق المصري في حاجات كتير والكلام يطول، وكان نفسي اسمع رايك في الحته دي. بس خلينا نبدا بسؤال صغير كده عشان نطلع بفاصل ونقول ان احنا مع حضرتك نورتني في اول مره خالص اتكلمنا فيها في كلام وسط البلد عن الامن والامان وعن بلد الامن والامان. كنا بنتكلم عن الوضع الامني، كنا بنحذر من حاجات كتير وخايفين من حاجات كتير، لكن الوضع اعتقد اختلف. ندي كده توصيف صغير قبل الفاصل ونقول اختلف بأي درجة. هو يمكن لما كنا مع اول حلقات حضرتك استضفتني فيها والاستاذ اشرف الزيات، كان مناقشتنا كانت كلها بتدور في البدايه عن الوضع الامني في مصر ما بعد الثوره. الكلام ده كان من حوالي سنتين ونص يمكن تقريبا. فكنا اول حاجه بنتكلم فيها ان تغير البيئه الامنيه بيخلي التأثير سلبي على إجراءات مكافحة الجريمة بصفة عامة، أيا كان نوع الجريمة، حتى لو الإرهاب فهو يندرج تحت جريمة لأنه هو جريمة. بمعنى كلمة البيئة الأمنية إن احنا قلنا قبل كده كان اللي بيبقى مش شايل سلاح هو اللي شايل سلاح مرخص، اللي شايل سلاح غير مرخص أعداد قليلة جدا وبيتقبض عليها فورا وبيتخش في قضايا كبيرة. دلوقتي السلاح أصبح منتشر وبإمكانيات عالية جدا، الأسلحة المتوفرة في الشارع المصري. بقت في ورش بتصنع أسلحة خاصة زي الخرطوش وخلافه، وما بقتش بس البندقية الآلي ولا القنبلة اليدوية السليمة، لا بقى كمان في دلوقتي بقت في عبوات ناسفة بيتم تركيبها علشان أغراض الإرهاب. تمام. فإذا البيئة الأمنية بصفة عامة تغيرت بشكل كبير جدا. وقتها يمكن أول حاجة اتكلمنا فيها من حوالي 2.5 سنين قلنا أن رقم 1 في هذا الموضوع يجب أن نعد جهاز الشرطة إعداد جيد ليواجه هذه البيئة الأمنية من خلال أسلحة ومعدات وتدريب لعناصر الشرطة. لأن كان في الأول بيشوف عربية واقفة في الشارع في حتة ضلمة بيروح يخبط له على الإزاز يقول له رخصك، بيطلع الراجل الرخص بسرعة وخلاص وانتهت على كده. دلوقتي بيطلع طبنجة يضربه بالنار. بالظبط. ماشي كده. فالعملية اختلفت خلاص تماما. فالبيئة الأمنية اختلفت، فبالتالي حتى ضباط الشرطة بقى في تدريب ليهم زي ما احنا نادينا من حوالي 2.5 سنين، بقى ليهم تدريب تاني مختلف وشكل آخر مختلف، وبقى في مهمات وقاية وحماية ليهم. وإن كنا لازلنا بنطالب بزيادة هذه المهمات أكثر وحماية أفراد وعناصر الشرطة بدرجة أكبر، لأنهم بيتعرضوا لعمليات اغتيال ممنهجة دلوقتي. وده أسلوب طبعا هنتكلم عنه بتفاصيله بعد في أثناء الحلقة بإذن الله. فإذا في النهاية الوضع الأمني بشكل عام زي ما قلنا البيئة الأمنية اتغيرت، البلطجية بقت أو البلطجة بصفة عامة بقى اللي بيكافحها
بيبقى اساسا رقم واحد هو الشعب نفسه، هو اهل المنطقه نفسها. وان كنا احنا ما بنشجعش ان الناس تاخد حقها بدراعها، ولكن بصفه عامه الشكل العام ان حتى البلطجه بقت محدوده في الاحياء. يعني ما بقاش في واحد بلطجي في الحي يقول لك لا ما اعمل وما تعملش. بعد عمليات للاسف طبعا عمليات قتل لبعض البلطجيه وسحل ليهم وخلافه، بس بقت نوع من الردع للبلطجيه. ما بقوش يدوروا على ده، بقوا يدوروا على ايه؟ يدوروا على اللعبه السياسيه اللي من خلالها ممكن يرتزقوا وياخدوا من وراها مبالغ ماديه ضخمه جدا، لان في تمويل خارجي بيمول بعض البرامج السياسيه للاسف في هذه الدوله. فبياخدوا من خلالها مبالغ ماديه كبيره، فبقت بالنسبه لهم مصدر رزق كبير. تمام، حلو قوي. يعني عايزه بقى عندي سؤال في الحته دي كمان يخص المواطن المصري نفسه، بس احنا لازم نروح لفاصل عشان ما نبقاش يعني طولنا وزعلنا ايمان اول لينك، وبعدين هنرجع تاني. احنا يا جماعه مع استاذ مدحت الشريف، والمصري ما يتنسيش لانه له حق في بلد مستقر وامن، له حق في امن وامان، كتير حاجات محتاجها وان شاء الله عايزين نحققها. ازاي نحققها ده اللي هنسال فيه، ولكن لما نرجع كلمونا من اي محمول على 1700، وكمان ابعتوا لنا SMS على 91170 وشاركونا على جروب البرنامج كلام وسط البلد. بعد الفاصل كلامنا مستمر. يصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ومكملين معاكم، والمصري ما يتنسيش في كلام وسط البلد. والمصري ما يتنسيش عشان حاجات كتير. طيب عشان الامن والامان، وعشان الكلام اللي كان استاذ مدحت الشريف خبير الشؤون السياسيه والاقتصاديه كان لسه حالا اهو بيقوله لنا، انه بقى البلطجه ما بقاش شويه في خوف او اهتزاز في التصرف معاها زي الفتره اللي فاتت، لانه الشعب نفسه بدا هو اللي بيواجه وبيكافح البلطجه. وبالتالي يعني هنرجع بقى نتكلم على دعوه السيسي وعلى خطاب امبارح، ولكن قبل ما ندخل فيها احنا محتاجين ان احنا نسأل في الحتة دي الشعب او المواطن المصري يا استاذ مدحت اللي بدأ يواجه البلطجة ده، هل ده شيء ينبر او يبشر بخير للمواطن المصري والمصر؟ بمعنى هل هو ده معناه انه بقى قادر يواجه وقادر يتصرف وبقى فاهم الوضع حواليه وعارف هو اللي ياخد حقه فين وازاي ولا ده مؤشر خطر على الشعب وعلى المواطن وعلى تغير سلوكه وعلى تغير اللي حاصل في البلد وينبئ بحرب أهلية كما يقول البعض؟ طيب احنا بنتكلم دلوقتي تحديدا على ظاهرة البلطجة، علشان قصة الحرب الأهلية لو هي أطياف وفصائل معينة بتقاتل بعضها، ولكن البلطجي ده بلطجي مجرد مجرم تمام. او مسجل خطر وبيفرض اتاوه على بعض الناس، بيسرق بعض الناس في منطقه معينه. ودلوقتي زي ما قلت لحضرتك تطور الشكل بتاعه، بقى بلطجي شيك شويه، بقى بلطجي سياسي. تمام. يعني عشان برضو نوضحها، لانه الناس كانت بتتكلم في دي انه مش معنى ان انا بواجه البلطجي ان انا هتعود على انه اي حد في سكتي اواجهه بسلاح، وفي حاله احنا مختلفين فيها ومنقسمين لمجموعتين ففي خوف ان انت لا لما تواجهني بسلاح على اني بلطجي، لا انت هتعرف مين البلطجي وهتعرف تميز وهتعرف تتعامل. يعني هوضح الجزئيه دي. زي ما قلت لحضرتك البلطجه السياسيه او الارهاب السياسي شكل، وده هنتطرق له ما هو الارهاب السياسي والبلطجه السياسيه اللي موجوده. والشكل الاخر وهو البلطجي العادي اللي هو المجرم مسجل الخطر، بيفرض زي ما قلت لحضرتك اتاوه على ناس، بيعترض طريق ناس معينه، بيسرق ناس بالسلاح في مناطق بعض المناطق. هنجد ان كثيرا من قصه البلطجيه اللي داخل الاحياء دي زي ما قلت لحضرتك قبل كده الى حد كبير قوي تقلصت لاسباب. ما نقدرش نغفل برضو ان الشرطه الى حد ما يعني بقى لها دور اكبر شويه مما سبق، يعني في تحسن علشان نبقى واقعيين، لانهم بيبذلوا مجهود غير عادي، بالاضافه للبعد الاخر بتاع المظاهرات وقطع الطرق وخلافه، وده بيمتص جزء كبير جدا من اهتماماتهم. وده للاسف الشديد في الوقت مؤخرا بقى يعني شبه غايه لبعض التيارات زي تيارات الاخوان وخلافهم، عايزين يمتصوا كل مجهود الشرطه في اتجاه المظاهرات والاعتصامات وتسوء الحاله الامنيه مره اخرى، فالشعب يعاني. فللاسف الشديد ده موضوع احنا لازم طبعا هنتطرق له برضه لو الوقت كفت الحلقه دي ان شاء الله. شكلنا هنحتاج حلقات ان شاء الله. فانما الجزء بتاع البلطجه في الاحياء الشعبيه وخلافه لحد كبير تقلص، وزي ما قلت لحضرتك بمواجهه اهالي الاحياء، وان كان رد الفعل مش مقبول، ولكن هو ده اللي حصل. ان كان في ناس اتضربت واتسحلت من بلطجيه، والاهالي وقفت مره واحده قصاد البلطجيه ومنعوهم انهم يتعدوا في بعض الطرق والاماكن بتاعتهم اللي بيخشوا فيها يعملوا عمليه بلطجه او تثبيت ناس او سرقه او خلافه. فده الى حد كبير قوي تقلص.
تمام. وعلى فكره الحاله دي مش حاله غريبه في مصر، يعني حضرتك لو سافرتي امريكا كثيرا من الاماكن اللي ممكن تسافري فيها اسمها الباد نيبر هودز، هم نفسهم الشرطه مسمياها كده، يعني حي سيء السمعه، في بلطجيه وفي مشاكل فبتلاقي اهل الحي نفسهم دايما بيتكافلوا مع بعض وبيتكاتفوا بانه يمنعوا البلطجيه اللي عايشين معاهم انه يؤثروا بالسلب على الحاله الامنيه داخل الحي بتاعهم. يعني هو مش شيء غريب وشيء ممكن الكلامنا ده يطمن اللي بيسمعنا دلوقتي. كل واحد ممكن يكون قلقان على اولاده اللي بينزلوا في الشارع ويواجهوا حاجات زي كده، يطمن انه لا ده طبيعي، وفي الظروف دي كمان ده ظرف استثنائي كمان، فطبيعي انه يحصل ده. هو بالتاكيد احنا مش عايزين نطبعه، يعني هو احنا في مصر طول عمرنا كنا بنسمي نفسنا بلد الامن والامان، وان كان في الشارع، في البيت، في نادي، في مدرسه، كانش فيه الشكل اللي احنا شايفينه ده. البيئه الامنيه كلها اتغيرت وده واقع، ولا زالت وهتظل الى فتره معينه طوال عمليه البلطجه السياسيه اللي بتدور حاليا، وعمليه الهاء الشرطه عن مهامها الاساسيه في حفظ الامن والامان للمواطن العادي. ابتدت تخش في قصه يعني مواجهه قطع طرق ومواجهه اعتصامات مش سلميه بالمره، فبالتالي ده عمليه امتصاص لمجهودها عشان تركز مع الاعتصامات السياسيه وقطع الطرق وخلافه، وتهمل الجانب الامني زي ما قلت لحضرتك، فالمواطن يبتدي يشكو بان الحاله الامنيه غير سليمه. بس انا عايز اوضح النقطه دي عشان اخر حاجه اوضحها. ده مش معنى كده ان احنا نقبل ان احنا المفروض ان احنا اللي نواجه الحراميه والبلطجيه وخلافه، ولكن في الوضع الحالي زي ما نزلنا في اللجان الشعبيه بعد 25 يناير لما كان في بلطجيه بيحاولوا يهاجموا البيوت وخلافه، وقدر الشعب المصري انه ينزل وينظم ويعمل نوبات حراسه وخلافه، قدر يوقف الناس دي عند حدودها. الفتره الحاليه ما بتحتاجش نفس الشكل، ولكن احتاجت ان بعض اهالي المناطق المختلفه اللي بيحصل فيها عمليه بلطجه انهم وقفوا قدام البلطجيه اللي موجودين في هذه المناطق، فقدروا بشكل كبير قوي انهم يحدوا كثيرا جدا من نشاطهم الاجرامي في هذه المناطق. وزي ما قلت لحضرتك تحولوا الى بلطجه سياسيه، ودي يمكن اكثر ربحيه وما فيهاش خطوره زي الخطوره اللي موجوده في المناطق. فيها فايده ماديه للاسف، وفيها تردي خلقي شنيع ليهم وللي بيستخدمهم. بالظبط، يعني نوازن ونعملها بحكمه عشان ما يبقاش في تردي خلق يعني اسوأ واسوأ ان شاء الله. ندخل بقى في صميم كمان اللي يخصنا النهارده يا استاذ مدحت. دعوه السيسي امبارح في خطابه، الدعوه يعني بمجرد ما اتقالت بدات تختلف عليها الاقاويل بشكل غير طبيعي، مع انه يعني اعتقد ما اعرفش انا غلطانه ولا لا، هي واضحه بشكل يعني واضحه ومباشره جدا يعني. فايه يعني المواطن اللي مستني امنه وامن موطنه اللي هو مصر يتوقع ايه من الخطاب ده، والخطاب ده يدي تفسيرات شكلها ايه، والدعوه اللي كانت فيه يدي تفسيرات شكلها ايه للناس؟ طيب هقول لحضرتك حاجه. انا امبارح سمعت الحلقه بتاعتك امبارح، او على الاقل جزء كبير من الحلقه بتاعتك امبارح، وصعبت عليا جدا بصراحه من كم الرسائل الغير مقبوله بالمره وغير لائقه. مش هقدر اقول اكتر من كده غير لائقه، انما الحمد لله لسه ما حدش يعني لسه كنا بنتكلم على التردي الخلقي او التردي الاخلاقي. فيا ريت ان احنا لازم نفكر ان لازم يبقى في راي اخر، ولازم يبقى في تفسير وفي ايضاح لكثير من المفاهيم. ما نفضلش طول عمرنا زي ما قلت مع عندكم هنا في البرنامج بتاعكم انت يمكن 5-6 مرات نبطل اهلي وزمالك. انا بشجع الاهلي، افضل طول النهار بشجع الاهلي حتى لو لعب وحش، وافضل طول عمري اشجع الزمالك حتى لو الزمالك لعب وحش. فما بالك بقى ان الزمالك راح يقتل او الاهلي راح يذبح. ما انا مش هقول الزمالك بس احسن يقول عليا اهلاوي، احسن يقول اسماعيلاوي. فيعني فللاسف الشديد لازم نخرج من شكل التعصب اللي احنا بنتكلم عليه. في البعض مش هيعرف يخرج منه لانه ليه مصالح، فمصلحته مع الاهلي او مصلحته مع الزمالك، او بيسترزق او ليه سبوبه مع الزمالك. في العلوم السياسيه في حاجه اسمها جماعات المصالح. جماعات المصالح دي عاده ما بيتم بلورتها في انها زي جماعات رجال الاعمال ليهم مصالح اقتصاديه وسياسيه معينه، فبالتالي بيأثروا على البعد السياسي داخل الدوله لمصالحهم الاقتصاديه. فما بالك بقى ان يبقى احزاب او تيارات سياسيه ليها مصالح مشتركه مع بعض. تمام. والمصالح المشتركه مع بعض دي متاثره نتيجه تغير النظام السياسي داخل الدولة. تمام. المصالح بتاعتهم رقم واحد فيها مادية وسلطوية. خلينا واقعين وما نضحكش على نفسنا، ما نقولش وطنية، لا ما نقولش وطنية وتحيا مصر، لا الكلام ده مش موجود خالص. الموضوع ما هي إلا مصالح مادية ومصالح سلطوية، وبالتالي هو بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، فهو بيتقي شر انه يقع تحت طائلة القانون، فليه بعد اخر بيتعامل من خلاله، وده هنشرحه بطريقه طبيعيه. تمام. هوضح لحضرتك الكلمه او اللي قالها الفريق اول عبد الفتاح السيسي.
اقول بس الكلمه دي وهقف. ايمان هتزعل مننا كده. هقف. انا بقالي كتير ما طلعش مع ايمان في حلقات ومنظرها مستقصداني النهارده. اول حاجه، الجيش لا يحتاج قانونا ودستوريا الى تفويض من الشعب ليواجه الارهاب. جميل، عشان دي اهم حاجه، دي اهم نقطه. تاني، الجيش لا يحتاج الى تفويض من الشعب ليواجه الارهاب، وذلك بنص الدستور او الاعلان الدستوري اللي موجود، واي دستور موجود في اي دوله من دول العالم، سواء الجيش او الشرطه. نوضح ده بقى، نقدر بقى بعد الفاصل نتكلم ايه بقى الموضوع، ايه بقى الحكايه، عشان كل اللي ما كانش فاهم ومستغرب هيفهم ان شاء الله من الكلام. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الموجة. ولسه معكم مع نسرين عكاشة، والمصري ما يتنسيش في كلام وسط البلد. في كلام وسط البلد. رجعنا تاني ومنورنا أستاذ مدحت شريف، خبير الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية، وكلامنا طبعا في إطار أمن المواطن وأمن الوطن، وإزاي المصري ما يتنسيش ياخد حقه اللي بيدور عليه بقاله كتير، ياخد حقه في بلد آمن ومستقر. حاجات كتيرة بنتكلم فيها. دخلنا في إطار الكلام عن دعوة السيسي امبارح في خطبته، وحضرتك وقفت عند جملة تحديدا يا أستاذ مدحت، جملة يعني تهم الناس أعتقد كلها، كل اللي بيسمعونا، إنه مبدئيا الجيش لا يحتاج قانونا ودستورا ومن كل النواحي إلى تفويض من الشعب إنه يواجه الإرهاب. بالظبط، ده العنوان. بالظبط، إنه مش محتاج إلى هذا التفويض بالمرة. وطبعا الجميع قاعد بقى دلوقتي مترقب، يعني البعض يقول لك هينتقد والبعض هيقول لك لا هيقوي الموقف، ولكن هو حقيقة هو لا يحتاج إلى تفويض. ويمكن آخر زي ما قلت لحضرتك في جميع دساتير العالم الجيش والشرطة دي مهامهم الأساسية حفظ الأمن وسلامة المواطن وأراضي هذه الدولة بصفة عامة، لو أنا بتكلم على الاثنين مع بعض. والمادة 21 من الإعلان الدستوري كلامها واضح: القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. تمام. والداخليه نفس الكلام، قانون الشرطه نفس الكلام، ماده 3 من قانون الشرطه بتقول هذا الكلام. يعني اذا القوانين والدساتير ايا كان، اذا كان دستور او اعلان دستوري او خلافه، حتى دستور 71 الدستور الاخير اللي هو معطل حاليا، فاذا في النهايه احنا بنقول ان الشكل النهائي للموضوع ان الجيش او الشرطه لا تحتاج الى تفويض لمقاومه الارهاب. تمام. طيب لماذا الدعوه للحشد يوم الجمعه بكره؟ رقم واحد في الموضوع احنا لازم نقول ايه هي الجوانب اللي ممكن تدعو القائد العام للقوات المسلحه انه يطلع في كلمه ويدعو الشعب ويطلب منه ان يحتشد. اول حاجه احنا بنتكلم عليها المبادئ الاساسيه في فكر اي معركه، لو معركه على ارض قوات مسلحه بتنزل على ارض وبتنافذ اعمال قتاليه، او فكر مخابراتي، ليها بعض المبادئ الاساسيه. اول حاجه لما بشوف ان في تهديد او خطر، ان في اعداء لهذا الوطن بيتصيدوا مرحله معينه موجود فيها الوطن حاليا من نزاعات سياسيه وتضاربات بين التيارات مختلفه وبعض اعمال العنف وخلافه، نبتدي افكر ان الاعداء دول اعداء هذا الوطن بيحاولوا انهم يصعدوا، لانه بالتاكيد احنا متفقين ما فيش حد فينا مختلف ان بيروح يهاجم اسم شرطه او منشاه عسكريه او بيقتل بشر في الشوارع ان ده من اعداء الوطن. تمام. ولازم هيكون مدفوع وممول من اطراف اخرى هي اللي بتدفعه لهذا العمل. لازم سواء من داخل او من خارج، وغالبا الخارج بيبقى اكثر من الداخل. لازم نبقى واقعيين. فاذا هناك ما يطلق عليه في الفكر العسكري الضربه الاستباقيه، بمعنى انا شايف ان في حشد هيحصل يوم الجمعه، حشد من اطياف كتيره جدا. الحشود اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره من خلال جماعه الاخوان وطيارات المواليه ليها بتبقى موجوده في اماكن كتير، مفيش مكان بيروحوا فيه الا لما بيكون بيجر وراء موتى وقتلى ومصابين وخلافه. تمام. وشفنا كل الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في جميع محافظات مصر. تمام. في حشد يوم الجمعه جاي. الحشد اللي جاي سواء جماعه الاخوان اللي بتتعمد او سواء ان في اطراف اخرى بتستغل هذا، مش عايز اقول الطرف الثالث اللي بقت كلمه سيئه السمعه، خلينا نتكلم الاول بحياديه كامله. هناك اعمال عنف هيتم استغلالها خلال يوم الجمعه دي، ومنها بعض التهديدات اللي طلعت عن طريق اطراف معينه في طيارات اخوانيه، بلاش نقول اسلاميه لان الاسلام ما يحضش على العنف ولا على القتل، خلينا نقول طيارات اخوانيه ان احنا هنولع في البلد، ان احنا نخرج شهداء، ان احنا وقياداتهم تصريحاتهم كتير جدا جدا، والتصعيد واضح، وعمليات جمع
البشر من المحافظات المختلفه بما فيها تمويل بعض الناس اللي بيدفعوا لهم فلوس عشان يجوا، كمان بتلم في محافظات معينه علشان تيجي يوم الجمعه دي. اذا هناك حشد وعمليه فراغ هيحصل في البلد كلها نتيجه ان في حشد، فالناس مش هتنزل، لا خلينا قاعدين في البيت. اذا ده معناه انه ممكن يحصل نوع من الخلل الامني الجسيم اللي يحصل في هذه الدوله. فكان من باب اولى انه لازم يدعو اولا، لان اكبر وسيله لتامين البلد ومنشاتها الحيويه ان الشعب ينزل يكون موجود في الشوارع. ده لازم نبقى متفقين على ده. دي الف ب كده، دي الف ب على طول. انما مش معنى كده ان انا اخلي كل الشوارع واسيب له الشوارع كلها واقول له اتفضل واجه انت الجيش وواجه الشرطه. زي ما احنا بنقول الجيش والشرطه يحتاجون الى حمايه الشعب، لان هم من الشعب وبيحتاجوا حمايه الشعب عشان يقدروا ينفذوا مهامهم. وجود الشعب في حد ذاته بيدي قوه للجيش والشرطه انهم يتعاملوا مع اي احداث ارهابيه قد تحدث. وخلينا حيادين حتى الان ايا كان مين اللي هيقوم بهذه الاحداث الارهابيه. يعني جزء اساسي من تعامل الجيش او الشرطه او خلينا في الموقف ده تحديدا الجيش من تعامله مع الوضع ومواجهته للارهاب انه يكون معاه الشعب. ده الف ب تعامل الجيش يعني بالظبط. وده بيحصل. وعلى فكره المبدا ده موجود وحصل في جميع دول، في كتير من دول العالم اللي قامت فيها ثورات، ويمكن اتذكر منها الثوره في جورجيا وسموها الثوره البرتقاليه. كان برضو في نظام معين او تيار معين ابتدى يتجه الى العنف نتيجه ان في انتخابات مزوره، وكان في فاصل بسيط جدا ما بين الرئيس الحالي والرئيس اللي هو تم ازاحته عن خلال التزوير اللي كان واضح وبين. اللي حمى المنشآت وحمى البلاد كان الشعب، وفضل الشعب موجود في الشوارع، ويمكن اتضربت عليه قنابل معينه بمواد كيماويه معينه وسابت لهم اثار امراض معينه وفضلوا في الشارع. تمام. ولكن الحمد لله احنا ما عندناش ده، ومش هيوصل للمرحله دي ابدا ان شاء الله، لان ده مش موجود ومش قائم، بل بالعكس ده الجيش واقف مع الشعب. العمليه مختلفه تماما. الجيش واقف مع الشعب وبيحميه وبيقول انا هحمي التظاهرات للطرفين، التظاهرات السلميه للطرفين. بالظبط كده، اكد عليها اكتر من مره. ودي نقطه مهمه قوي. التظاهرات السلميه للطرفين الجيش والشرطه سيقومون بحمايتها. واحنا محتاجين ايه؟ حضراتكم انتوا قلقانين من ايه؟ الحشد اللي هيجي سواء من الطرف ده او من الطرف ده ايا كان الاطراف المختلفه، ففي الجميع انتوا كلكم تحت حمايه الجيش والشرطه. اللي هيتجاوز وهيرفع سلاح زي ما قلت عند حضرتك هنا في استراتيجيه على مستوى العالم اسمها رصاصه الرحمه. ايوه، رصاصه الرحمه، واحنا قلنا عليها قبل كده في احداث الامن المركزي لما كانت موجوده هنا وخلافه. كان رصاصه الرحمه ان الشخص اللي شايل سلاح وبيشهره وهيبتدي يضرب بيه ده اولى واحد ان ياخد رصاصه تخليه يموت فورا علشان ما يموتش كل اللي حواليه او تعجزه. في طبعا قواعد لاستخدام السلاح، مش بس ضرب عشان تقتله. لان في يوم من الايام كان في وزير داخليه قال لك يعني انا قالوا ظباطه من كتر ما ابتدوا ظباطه بيتقتلوا بيتعرضوا لعمليات اغتيالات كتير جدا اثناء التسعينات، قال لهم اطلقوا في سويداء القلوب. يعني اقتل، ما تضربش لسه في الرجل وبعدين اضرب كذا. احنا ما شفناش حاجه من الكلام ده لغايه النهارده، وما شفناش الشكل اللي احنا بنتكلم عليه لغايه النهارده. ما شفناش الا في حاله اقتحام وحده عسكريه وتعامل القوات المسلحه ضدها، او تعامل قوات الحرس الجمهوري ضد اللي حاولوا يقتحموا. هنخش بقى في جدال هنا ونبتدي نسمع بقى الفاظ خارجه هتيجي على اس ام اس وخلافه. لا ان شاء الله لا، لان لازم الاول يا ريت نفتح مخنا الاول، ما نقفلش. احنا لازم الاول نفهم ايه اللي احنا فيه علشان نتوقع بلدنا دي في الاخر مركبه لو غرقت كلنا هنغرق بيها. كلنا هنغرق. وعشان قبل ما نكمل كمان يا استاذ مدحت هاكد برضه على فكره، هو حضرتك قلتها ضمنا ان هو قال للتفويض لمواجهه الارهاب المحتمل. بالظبط. فكلمه المحتمل دي برضه لان الناس ما ركزتش فيها اصلا يعني. انا بقى عايز اقول لحضرتك معنى كلمه المحتمل. المحتمل ده معناها في فكر المخابرات، وبما ان السيد وزير الدفاع وظيفه مخابرات في الاساس، فهو فكر المخابرات انها ان المحتمل بتعني ان هناك تقديرات للموقف ومعلومات تشير الى عناصر ارهابيه ستقوم باعمال عنف في مرحله ما. فعمليه نزول الشعب للشوارع ده هيمنع هذا الفكر تماما. دي رقم واحد. رقم اتنين، احنا شاهدنا خلال المرحله اللي فاتت لسه كل ده في مفهوم كلمه الضربه الاستباقيه، خدي بالك. بلاش مش عايزين نكلكعها، انما عايز اقول لحضرتك خلينا نبص لورا، نرجع كده بهدوء ونتامل بدون ما قبل ما نبتدي نبعت رسائل ملهاش لازمه. نبتدي نرجع لورا ونتامل. احنا ابتدينا الاول ببعض التظاهرات اللي بيحصل فيها ضرب طوب. الاول تظاهرات سلميه، وبعدين ابتدت تطورت الى ضرب طوب، تطورت الى تهديدات من قيادات جماعه الاخوان المسلمين بان في سينا طول ما هو مرسي معزول احنا في سينا
سيناء هيحصل كذا وهيحصل كذا. تمام. وفعلا عمليه التصاعد واضح جدا في سيناء لغايه ما وصلت انهم بيستخدموا هاون، بيستخدموا اسلحه شبه مش ثقيله طبعا ولكن شبه ثقيله. وابتدوا يطلعوا، خليني اقول انا، يطلعوا من الجحور بتاعتهم ويطلعوا ويضربوا، وبالتالي الجيش ودي مش هتبقى اخر تصعيد، هيبقى في تصعيدات لسه. هم هيحاولوا، لان هو دلوقتي في وضع حرج في سيناء، لان ابتدى الجيش دلوقتي بيحدد مواقعهم، ابتدى في دلوقتي قوات واسلحه تقيله موجوده للقوات المسلحه هناك، في طيران ابتدت العناصر بتاعتهم بيقبض عليها وبيعترفوا. وعلى فكره في تحقيقات جاريه كتير من الناس بتسال ليه ما بتعلنش نتائج التحقيقات، مش في سيناء بس، في سيناء ومع الاطراف كلها اللي بيقبض عليها وخلافه. ولكن انا شايف ان دي مرحله هتبقى لاحقه لغايه ما يبتدي القضاء ياخد اجراءاته، وفي وقت معين هيعلن عنها. مش عايزين نرجع تاني للخطابات زي ما كان الرئيس المعزولي يقول لك في 2 4 15 بيعملوا كذا في الحاره ومش الكلام ده. يعني مش عايزين نرجع للكلام ده، او ان في مش عارف كذا واحد كانوا في عند الاتحاديه ودول كلهم مجرمين ومعاهم اسلحه ومعاهم، نلاقيهم بعد ساعتين 2 النيابه بتفرج عنهم. خلينا برضو النقطه دي يا استاذ مدحت نوضحها اكتر، لانه الناس ممكن تقول طب ما احنا عايزين شفافيه، ما احنا عايزين توضيح، عايزين نبقى عارفين. الشفافيه يعني بادله وادله لها اسانيد قانونيه. حتى لو طلع قرار اتهام من النيابه للمحكمه ممكن يعلن، انما في اطار التحقيقات الحاليه سواء تحقيقات نيابه او قاضي تحقيقات بيحقق، طالما الموضوع لم تتبلور صورته كامله يبقى انا بتسرع. هنرجع تاني زي ما بقول لحضرتك، الرئيس المعزول كان بيطلع يقول لك في الاتحاديه وكانوا ممولين وبيضربوا والناس اتقبض عليهم، وفي النيابه هتصدر ضدهم احكام، وتلاقي بعد ساعتين النيابه بتفرج عنهم بالظبط، نتيجه ان فعلا ما فيش ادله عليهم ان هم قاموا بهذه الاجراءات. وده في حد ذاته كان ارتباك كبير على الساحه بالظبط. وخلينا واقعيين، بلاش نخطأ اخطاء ناس قبل كده كانوا ما لهمش التجربه ولا الخبره انهم يديروا اعمال البلاد بشكل عام، فبالتالي ما فيش داعي ان احنا نرجع لنفس الخطا ده ايا كان مين هم الاطراف دي. تمام. فاذا انا بس هوضح، اذا انا اتكلمت ايه هي، انه كان لازم الضربه الاستباقيه دي اللي انا بقول لحضرتك عليها، انه هو مش محتاج التفويض، هو محتاج انه يجمع الشعب كله ويحشده في الميادين عشان يوضح من قبلها. خدوا بالكم ان الشعب عايز يستمر في التيار التصحيحي للثوره من خلال خطه الطريق اللي اعلنها الفريق السيسي ورئاسه الجمهوريه متبنياها حاليا، ومن خلال مصالحه وطنيه وغيرها. اذا ده الشكل رقم 1. رقم 2 بقى زي ما قلت لحضرتك، التصعيد اللي تم الاول كان طوب وشويه شوم، وبعد كده شويه ولاد لابسين هوجو اللي هو الواقب الهوجو بالتايكوندو، بما اني لاعب تايكوندو سابق يعني. هوجو هوجو وهيد جارد وحاجه على دماغه كده، وبعدين قوه صحه ايمان مش عارف عافيه، وفين انت عافيه انا بعترك فين وحاجات كده يعني. كلام الكوميدي اللي كان بيحصل ده كلام تهريج يعني، فما علينا يعني. فهو المنظر اللي كان بيحصل في بتاع، فده بقى الشكل التاني. وبعد كده تطورنا بالشكل لغايه ما لقينا نفسنا بعد كده ابتدى الموضوع بقى خرطوش بقى بيطلع، يعني محاوله اقتحام وحدات عسكريه، محاوله تقدم في اتجاهات مختلفه داخل الدوله وبطريقه غير متوقعه، قصد ارباك الاجهزه الامنيه. وبعد كده نبتدي نخطف ضباط شرطه، العمليات في سيناء تزيد، ابتدينا نهاجم اقسام في الاسماعيليه، ما بقاش في سيناء بقى كمان، بقت في عبوات ناسفه، تغير مرحلي واضح جدا 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 لاي حد بيحلل اعمال الارهاب، واضحه جدا. ابتديت استخدم عبوات ناسفه، ده معناها ان انا ببتدي ادور على عمليات ارهابيه كبيره تدي شكل اعلامي قوي، ان السلطات تهز شكل السلطات الامنيه قدام العالم وقدام الشعب. تمام. يعني بالفعل كان التوقيت اللي طلعت فيه الدعوه مناسب تماما للوضع والتصعيد العنف في مصر. اي محلل بيفهم في فكر الامن القومي هيقول لحضرتك الكلام اللي انا قلت لحضرتك ده، دي مرحله فاصله. لو بعد كده واستنيت هخش في مرحله صعبه جدا. تخيلوا ان احنا هنوصل للسيارات المفخخه. يعني تخيلي حضرتك زي ما حصل في سيناء، لسه متفجر في سياره منفجره امبارح وفيها ناس ومسلحين، وكانت السياره شايله عبوات ناسفه. فهنبتدي نخش في المرحله دي. هل هننتظر لهذه المرحله؟ طيب يبقى لازم في المرحله الفاصله دي ادي لنفسي الشكل العام اللي انا بقول بيه للشعب. خدوا بالكم ان احنا لن نقبل ارهاب اي طرف من الاطراف لهذا الشعب، وفي نفس التوقيت ان انا عندي في ايدي سلاح. السلاح ده مش شرط ان هو السلاح اللي بيضرب نار عشان يقتل، لا، ده انا عندي فيه سلاح. السلاح اللي في ايدي المره دي هي اراده الشعبيه اللي بتقول لي احنا معاك، قوم الارهاب، واحنا عارفين ان مين الارهابيين ومين اللي بيحثوا على الارهاب. والقيادات جماعه الاخوان من فتره طويله من اول الاعتصام وهي بتحث يوميا على الدم وعلى الشهاده وعلى يعني بسم الله ما شاء الله، كل يعني جابوا مجموعه كلهم شايلين الاكفان بتاعتهم، كل واحد كاتب يافطه كده مشروع شهيد، انا مش عارف زي مشروع، وفيهم اطفال يعني وجايبين اطفال وجايبين سيدات وملبسينهم الحاجات دي، وناس كبار في السن. منظر غير مقبول، وما اعتقدش ان ده هيهدد الشعب، وان انت مش هتحكم الشعب بالارهاب، مش من انك بتخوفه.
فانا عايز اقول ان دي مرحله انتقاليه في الفكر الارهابي اللي موجود داخل مصر. خلينا واقعيين من شكل الى اخر. بقول لحضراتكم بوادره كانت واضحه، عبوات ناسفه، استهداف اقسام شرطه بقنابل، ابتدي يحط عبوات ناسفه داخل مواسير مجاري علشان يفجر اسم الشرطه، وهكذا. ابتدى يستهدف يعني بالاسلحه الثقيله في سيناء منشآت حيويه، لدرجه في يعني اتوبيس شايل عمال ناس غلابه جدا اتضرب فيهم RPG، ماتوا كلهم او اتشردوا او اشلاءهم انتشرت في كل حته. ده لصالح مين؟ هل ده حلال؟ هل ده هو ده الاسلام اللي انتوا بتتكلموا بيه؟ يعني هو ده الغريب يا استاذ مدحت، ان الناس امبارح كانت من ضمن التعقيبات اللي كنا بنسمعها بعد الدعوه لمواجهه الارهاب، انه يعني ده معناه قتل، طلب من دعوه لنص الشعب انه يقتل نص الشعب التاني. يعني طب هو القتل اللي كان بيحصل ده ايه؟ ده بغض النظر عن انه هي مش دعوه لقتل نص الشعب ولا حاجه يعني. انا ده مهم قوي فعلا. ارد على حضرتك في السؤال ده، ويعجبني ان اسئلتك بتخرج من فعلا من صميم الشارع، والناس اللي بيتكلموك ليل ونهار انت عايشه معاهم. ما بقاسي بقى بشوف ده انك حضرتك زي ما قلت الجيش والشرطه مش محتاجه لتفويض ارهاب، انها تقاوم الارهاب، مش محتاجه لهذا التفويض. هي عندها ما يكفل لها انها تقوم بهذا التفويض، ولكن زي ما قلت كده في البدايه هي ضربه استباقيه. انا بحشد الشوارع اهي علشان اقول لكم ان اسلوبكم الارهابي غير مقبول، الجرائم التي ترتكب بالارهاب غير مقبوله من الشعب، وانا كجيش مش هسمح بده تاني. دي رقم واحد. رقم 2 وهي الردع معناها ايه؟ ان انا ورايا اراده شعبيه قويه كجيش وشرطه ان انا اواجه الارهاب والارهابيين وكل من يحاول ان يقوم بجرائم قتل او ترويع للمواطنين. ورايا حشد شعبي قوي جدا والعالم كله شايفه. فانا عندي قدرات ان انا استخدم القانون اللي هو موجود اساسا، مش محتاج حد هيقننه لي لسه، ان انا استخدم هذا القانون لردعكم ووقف عملياتكم الارهابيه. ده مش معناه ان السلاح ضرب بيه نار، ولكن ده واضح جدا ان انا بهددك انك لو حاولت انك ترتكب اعمال ارهابيه او قتل او ترويع انا هستخدم القانون وهفعله. انا مش معايا قانون بس، انا معايا اراده شعبيه بتقول لي وقف الارهابي عند حده. تمام، جميل جدا استاذ مدحت. في تفاصيل تانية انا عارفه انها هتفرق كتير للي بيسمعونا حضرتك هتقولها، ولكن لازم نروح حالا نفاصل، وبعد نشرة الاخبار هنرجع مع استاذ مدحت الشريف خبير الشؤون السياسيه والامنيه والاقتصاديه. واحنا لسه معاكم ومعانا استاذ مدحت الشريف خبير الشؤون السياسيه والاقتصاديه، وكنا في اطار كلامنا عن امن المصري وحقه في الامان في بلده واستقرارها. اتكلمنا عن دعوه السيسي في كلمه امبارح، دعوه الشعب للنزول لاعطائه تفويض لمواجهه الارهاب، واستاذ مدحت شرح ازاي الجمله دي كانت اساسيه ولا بد منها، وده جزء من تعامل الجيش مع الارهاب الفتره اللي جايه عشان ندي المواطن حقه في الامان. اتكلمنا بقى كمان عن انه من ضمن النقط التصعيد في اشكال العنف، ازاي وصل لمرحله انه خلاص بقينا في مرحله انتقاليه في الفكر الارهابي زي ما حضرتك قلت لابد من التعامل معاها بشكل معين. بالظبط زي ما حضرتك قلتي. قلنا ان في مرحله تانية ظهرت من بعد محاوله الاقتحام وحدات او التعدي على منشآت، طوب، رمي طوب على الشرطه خلافه. ابتدى يظهر المنظر خرطوش، قتل. بعد كده ابتدت عبوات ناسفه، اسلحه شبه ثقيله، هي مش ثقيله طبعا، شبه ثقيله في سيناء بتستخدمها زي هاون مش عارف ايه، RPGات. ابتدت مرحله تانية بتظهر وبقوه. ابتدى في تهديدات تطلع بان هيبقى في حرائق للقاهره. هنرجع تاني لحريق القاهره مره تانية. عايزين نستعيد الفكر بتاع حريق القاهره مره تانية وكيفيه اضرام الحرائق في المنشآت الهامه داخل مصر. ابتدى التصعيد بالتهديد بالشكل ده. وبعدين احنا ما بعدناش بعيد، احنا لسه بنتكلم على امبارح والنهارده، وقطع الطريق بتاع المطار كان من 3 ايام بالظبط، والنهارده مهاجمه مطار الاقصر. اذا انا بحاول كمان اعمل عمليه توتر واضحه جدا امني تؤثر على الاقتصاد بصوره مباشره. اذا انا غايتي الرئيسيه هي اسقاط الدوله، هي تعويق نشاط الدوله، تعويق نشاط حكومه جايه عندها كلها تكنوقراط لديهم خبرات. ايا كان احنا متفقين على الكل او مش متفقين على الكل، مفيش حد هيقدر يتفق على ال 34 او 35 وزير الموجودين بالزبط. ولكن في النهايه هم ناس خبراء في مجالاتهم، يستطيعون ان يقوموا باداء دور معين لانقاذ هذا الاقتصاد المتردي اللي عانينا في خلال فتره السنتين ونص كلهم، مش بس فتره الاخوان ولكن فتره السنتين ونص كلهم من انحداره بدرجه كبيره جدا. وكان فتره سيئه جدا في خلال فتره الوزراء الاخوان من الاخوان، اداره سيئه جدا للوزارات، تردي غير عادي، واللي من لا يصلح، اهل الثقه مكان اهل الخبره. فالعمليه بقت فشلت تماما، بقت عباره عن عزب. العزبه دي فيها الجزء ده تبعي والجزء الثاني مش تبعي وهكذا.
فاذا احنا بنوصل لمرحله ان المفروض ان خطه الطريق تنجح. هو عايز يوصل رساله للعالم بان بيقتحم مطار الاقصر، بيدور على المناطق السياحيه، يقتحم اللي يقطع طريق المطار، بيدور على المناطق اللي ممكن يبعت بيها رسائل للعالم ان مصر غير امنه، وفي نفس التوقيت انه يجفف مصدر دخل مهم جدا لمصر ومن العملات الحره اللي هو اللي جاي من السياحه. اذا هو في الاول وفي الاخر ما تقولوليش بقى مصلحه وطنيه، ننسى بقى قصه مصلحه وطنيه وخلينا نقول مصلحه اخوانيه علشان نبقى واقعيين. وكل اللي بيتكلم في الموضوعات دي وبيحث عليها قيادات جماعه الاخوان اللي اغلبهم قرايب مع بعضهم، اللي متجوز اختي دي اللي متجوز عمي ده يعني تقدري تقولي ايه الاسره الحاكمه اللي كانت عايزه تحكم مصر وسقط من تحت ايديها الحكم مره واحده. انا هدي حضرتك مثال بسيط جدا للاسف الشديد، يعني انا مضطر ان ادي المثل ده، ان في ناس من شباب الاخوان ناس محترمين جدا وعقلياتهم متميزه، وانا بقولها مره تانية ومش بقول، انا قلتها قبل كده اكتر من مره في وسائل الاعلام وفي التلفزيون وخلافه. كان في مبادره كانت اتعملت في يوم 4 رمضان على ما اتذكر، وكانت تحت رعايه العالم الجليل الدكتور علي جمعه، وفي من رموز المجتمع كتير ناس حضرتها، وكنت انا من احد المدعوين اللي اتكلمت في هذه الندوه وناقشنا فيها الشكل العام للمصالحه الوطنيه ازاي تتم. الكلام ده من 4 رمضان، وفعلا تواصلنا من خلال مجموعه محترمه اللي هي كانت منظمه لهذه الندوه وانا يعني عايز اقول اسماء للناس محترمين جدا، مهندسه هاله هلال، الاستاذه نجلاء الغنام، الاستاذ اسامه فرج، المستشار سمير جويده. المجموعه دي كانت محترمه جدا، نظمت الندوه وتواصلت مع مجموعه شباب من الاخوان، وقلنا فعلا شباب الاخوان تناقشوا معانا، وقعدنا في بيت الدكتور علي جمعه شخصيا، وكان التجاوب واضح انه كان اولا عايز اقول لحضرتك في احد هم كانوا 3 4 احدهم كان ابن احد القياديين اللي بيهدد ليل ونهار بالارهاب والدم بدون ما اذكر اسمه وبدون ما نخش في تفاصيل، وشاب محترم، لا شاب محترم وهادي وسمح ونفسه كويسه، وقد تكون دي يعني دي التعاليم العامه اللي بيدخل بيها، ولكن فعليا انا شايف انه شاب كويس، ومعاه 3 شباب ومعاه 3 شباب تانيين محترمين، بل بالعكس اقروا باخطاء فعلا وقعت فيها الجماعه اثناء اداره البلاد، لدرجه ان في مقوله اتقالت، وفي منهم من الشباب دول 2 كانوا بيشتغلوا في مؤسسه الرئاسه. تمام. قالوا احنا كنا شايفين في الجماعه طول السنين اللي فاتت دي ان في عندنا دكاتره وعندنا مهندسين وعندنا، تخيلنا ان دول اول ما هيمسكوا البلد هتطير البلد. فوجئنا بتردي، هم نفسهم قالوا احنا فوجئنا بتردي، بس ده ما يعنيش كذا وكذا، وبينتقدوا فعلا. اذا الشباب دول ناس محترمه. يعني على سبيل المثال من الشباب دول واحد كان بيتكلم على الوزارات وخلافه، فبقول له متردي، فذكر قال ان ده في وزارات فيها ناس محترمه. قلت له انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بعد ما تناقشنا معاك واتكلمنا، هل من المنطقي ان اجيب وزير معين شغلته يبيع كروت ولا شغلته مش عارف ايه، اخليه وزير وزاره ضخمه جدا في مصر مسؤول عن استثمارات مصر بالكامل، وبيدير هذه الوزاره وياكل ب 80,000 جنيه سندوتشات هو واصحابه في الشهر؟ هل منطقي؟ طب هم ما خدوش واحد زي حضرتك ليه؟ انت راجل فاهم ومتعلم واشتغلت في شركات انترناشونال وخلافه، ليه ما خدوش؟ يعني داخل الجماعه نفسها في عزوه. الشاب ده اللي هو كان مسكوه وزير الاستثمار كان طول الليل والنهار ورا الدكتور مرسي في الحمله بتاعته، فلازم يرد له الجميل. اذا الموضوع عمليه عنصريه داخل عنصريه داخل عنصريه، لا مش صح. في شباب في الجماعه ناس محترمه ومتميزين، وما يردوش ان يمد ايديهم على في عنف ولا في قتل ولا لازم الناس دي نتواصل معاها ان دول جزء من نسيج الشعب المصري. يعني بالفعل هم نفسهم اعترفوا ضمنا انه كان في اداره يعني مترديه، وانه كان في اخطاء، معترفين بهذا. وقد يكون في لهم تبريرات، في جزء منهم تبريرات وانا متفق معاهم فيها علشان اكون صادق وامين، على الاقل بجزء منها، ان في كتير الناس ما كانتش بتتعاون معاهم، فبالتالي كانوا بيفشلوا اعمالهم، وان كان هم ما كانش لهم خطط اساسا. تمام. فبرضه انا امنت بهذا، قلت له ده في العلوم السياسيه ده مفهوم، ده بديهي ان حضرتك توليت مكان معين او رئاسه او منصب او خلافه، وانا كان ليا مصلحه معينه، انا من نظام سابق، انا ثوره مضاده، ايا كانت الاسماء اللي انت عايز تسميها، انا موجود في مكان معين وكنت موظف وبرتشي، وانت هتمنع عني الرشوه هقف ضدك، بس ده اجراء متعارف عليه. فاذا الاخر بعد ما قعدنا معاهم قعده طويله جدا، وناس متفاهمين وعقلانيين وجايين من الجماعه مباشره وقاعدين يقعدوا يتناقشوا معانا، مطالبهم هم نفسهم كشباب، طب انتوا كشباب بتفكروا في ايه؟ قال انا عايز احافظ على الجماعه، انا عايز افرج عن المعتقلين. قلت له ما فيش حد معتقل، ويمكن كلنا اجمعنا على هذا، والدكتور علي جمعه شخصيا ما فيش حاجه اسمها اعتقال دلوقتي، خلاص كله على ذمه قضايا. ان عايز ارجع قنوات اعلاميه ليا، بس بشرط ان بالالتزام بالاداب العامه. ديك حضرتك بتتكلمي هنا بتشوفي شتيمه، انا اسف بقى في اللفظ، شتيمه بتتبعت على SMS لمجرد انك مخالفه في الراي. بيبتدي بيفكر انه عايزين نخفف لهجه الاعلام ضد جماعه الاخوان المسلمين. طب ما الاعلام مش هيقدر يخفف من اللهجه
دي طول ما قياداتك طول النهار عماله تهدد على الهوى بالدم والقتل والشهاده واستعدوا ما تتخيلوش انكم هتحكموا البلد بالارهاب، مع الوضع في الاعتبار ان كل اللي بيهدد بده. طب ولاده مش في الصفوف الاولى ليه وهم بيهاجموا الحرس ولا ما تحطوا ولادكم في الاول او اطلعوا انتوا في الاول. طب ما انتوا مشروع شهيد وهنستشهد، طب ما تطلعوا في الاول ورونا نفسكم انتوا في الاول وامسكوا خرطوش زي ما الناس اللي عندكم بتمسك خرطوش، او اطلعوا انتوا في الاول وابتدوا هاجموا بقى المنشآت واعملوا انتوا ضحوا زي ما انتوا عايزين، مش مشروع شهيد. طب عايزين واحد منكم يستشهد، واحد بس منكم نشوفه كده شهيد فعلا عشان نبقى نصلي عليه وندعي له. لا هل كان في تجاوب منهم بخصوص كل النقط؟ شباب انا بقول لحضرتك برغم ان هم كانوا مقربين جدا لمؤسسه الرئاسه الا انهم كان شباب محترم ومتزن وعقلاني، ويمكن اختلفوا معانا واتفقوا وهم كانوا بيرددوا اقاويل هم بتتقال هناك وشرحناها بتفاصيلها، وبالعكس اقتنعوا بجزء كبير من اللي احنا قلناه، واحنا نفسنا اقتنعنا بجزء من اللي هم قالوه. يعني في انتقادات وجهوها لايا كان بقى لمؤسسات داخل الدوله واحنا اقتنعنا بجزء منها. اذا المبدا في التفاهم والتوافق مع الشباب من جماعه الاخوان المسلمين اللي هم ما اقترفوش ذنب ولا كانت ايديهم تورطت وتلوثت بدم، ده مهم ومقبول. يعني فكره انه احداث مصالحه بشكل او باخر مطروحه وسهل اتمامها، ولكن اللي بيجد علينا مش سهل، لان عنف قيادات الاخوان ومدى القيادات اللي هي كلها اللي هم الاسره اللي متجوز الصهر ده والعم ده، الاسره الحاكمه في جماعه الاخوان اللي موجوده دي، هي دي المشكله كبيره، لان بتفتي بالقتل وبالضرب اديكي شفتي ناس كتير بتتضرب وبتخلع ضوافرها وبيتقتلوا داخل الرابعه. يبقى احنا عشان نعمل مصالحه احنا محتاجين الاول نشوف العنف اللي بيحصل. احنا محتاجين اولا ان ندرك الحقائق، من المدان ومن الغير مدان. رقم واحد، ثم القصاص. وده الكلام اللي ده قصاص. بلاش كلمه القصاص. لا هي دي. ما هو الاستاذ بديع ولا الدكتور بديع قال كلمه محترمه، هي القصاص. كان عمال يقولها للرئيس المعزول في ودنه. احنا بنقولها بقى للشعب كله دلوقتي. احنا طالبين القصاص من اللي عمالين يعملوا ارهاب وعمالين يعملوا دم وعمالين يحثوا على الدم وعلى الذبح وعلى القتل في كل مكان. ولكن قصاص من غير وشوشه في الودان، من غير وشوشه. لا احنا بنقول على الهوا بصوت معلن اهو احنا طالبين القصاص. والكلام ده على فكره في لجنه المصالحه الوطنيه اللي معموله على مستوى الرئاسه طلبوا نفس الكلام ده. لازم حالا نروح لفاصل عشان ايمان امرت بده، وهنرجع تاني بعد الموجز نكمل كلامنا مع استاذ مدحت الشريف. ومكملين معاكم والمصري ما يتنسيش في كلام وسط البلد. بعتذر لكم طبعا جدا، وبعتذر طبعا لاستاذ مدحت الشريف خبير الشؤون السياسيه والاقتصاديه، ولكن يعني كان اذاعه خارجيه لابد منها الانتقال ليها. لكن حديثنا لسه مستمر. احنا بنتكلم عن المصري اللي ما يتنسيش، اللي له حق في امان واستقرار وحاجات كتير في بلده الفتره اللي جايه، والنقط المهمه كنا لسه هنقولها يعني. فيعني ان شاء الله احنا هنكمل كلامنا الاسبوع الجاي، وانا اطمع انه استاذ مدحت بقى هيبقى معايا. يعني اقول يوم ولا ما اقولش يوم ان شاء الله؟ لا ان شاء الله اللي تحدديه وانا هكون معاكم طبعا. المرحله دي مهمه جدا ان شاء الله. المرحله دي مهمه جدا ان احنا نبقى كلنا متواصلين مع جميع اطياف الشعب عشان نقدر نوضح حقائق كتير. وانا اخر كلامي للاسف اضطريت احقفز طبعا. انا مع الحشد فعلا بكره، والحشد بالسلمي لجميع الاطراف ايا كان هو الطيف اللي بيحشد عناصره. انما في النهايه الحشد السلمي للشعب المصري بجميع طوائفه، ان احنا ضد الارهاب. واعتقد سواء احنا او الاخوان فاحنا كلنا ضد الارهاب، الا اذا كان في مفهوم اخر يا ريت يبقى حد يوضحه لنا. فانا مع هذا الحشد، وساكون اول المحتشدين والمصطفين في الميادين كلنا، وليس تفويضا من نصف الشعب لقتل النصف الاخر. لا خالص. دي مسألة منتهية. ده كلام غير مقنع بالمره. ولكن الحشد بيدي انطباع واضح داخليا وخارجيا، بالذات خارجيا كمان اللي ما حيناش نغطيه، ان احنا بنرفض الارهاب بكل اشكاله، وبنرفض كل طيف سياسي يحاول ان يتبنى الارهاب ضد الشعب المصري. بشكرك جدا استاذ مدحت، وكلامنا لسه مستمر الاسبوع الجاي بعد ما نشوف كمان بكره ايه اللي حصل، وان شاء الله يبقى خير. وهنتابع وهنفهم حاجات كتير جدا فيما يخص حق المواطن في بلد امن ومستقر، في حقه في مصر مستقره. كنا معاكم ايمان عاشور، نسرين عكاشه. قابلونا يوم الاحد ان شاء الله في كلام وسط البلد. قابلونا يوم الخميس في المصري ما يتنسيش بعد نشرة واحدة. تفتكر يوليو واغسطس السنه دي فيهم ايه؟ فيهم الاجازه.